في تطورات اتفاق الانسحاب الأمريكي أو إعادة التموضع الأمريكي في العراق، قالت مصادر الحدث إن الوجود العسكري للتحالف سيتحول إلى شراكة أمنية واستشارية ومدنية جديدة، في حين لا يغيب الوجود الأمريكي مع إعادة تموضع قواته في إقليم كردستان باعتبار وجودها هناك متوافقا مع خريطة المخاطر الأمنية العراقية والإقليمية. وبحسب مصادر الحدث فإن القوات الأمريكية ستبدأ الانسحاب غدا من العاصمة العراقية بغداد والأنبار. وأضافت مصادر الحدث أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة الخضراء ومطار بغداد، إضافة لانسحابها أيضا من مقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد. هذا النيشان اللي كنت أقول لكم عليه، هذا النيشان قلت لكم من تشوفون الانسحاب، صح لو غلط؟ من قبل 3 أشهر قلت لكم راح يصير انسحاب. من تشوفون اكو انسحاب كامل من المنطقة الخضراء. المنطقة الخضراء يعني السفارة الأمريكية، مش اكو بالمنطقة الخضراء السفارة الأمريكية، ومن القواعد هذا النيشان مالي، صح لو لا؟ صح. طيب هسه عاد أنا أنطيكم الضوء الأخضر اللي موجودين في بغداد وباقي المحافظات. باقي المحافظات اللي تريدونه من عندي أحكي لكم إياه. من يكملون انسحاب كامل راح يعلنونها أيضا. من يعلنون خلصنا انسحاب كامل، فترة صغيرة وراها راح اكو مصيبة كارثة، إعصار راح يصير، إعصار. لذلك خزنوا من ينسحبون كامل، من يكملون انسحاب خزنوا أكل مال شهرين، ومتأكد من كلامي أقل تقدير شهرين أكل، خزنوا أكل، أدوية، المريض، المدري إيش، أقل شيء شهرين ونص، أدوية وأكل وكل شيء، كل مستلزمات الحياة، لأن الحياة شبه راح تتوقف، زين. بالأخص محافظات وسط وجنوب العراق. أما محافظات موصل، صلاح الدين، الأنبار يعني بحدود شهر وشوية، وما راح يصير عليه هذيك المشاكل. أهم ما بهذا الشيء اللي سمعتوه هسه، أهم ما بي الانسحاب من غرفة العمليات المشتركة. أهم ما موجود بهذا الحكي كله، زين. ليش أهم ما موجود بغرفة العمليات المشتركة ينسحبون منها؟ ليش أهم شيء هذا؟ لأن اللي لازم الإسرائيلي وغير الإسرائيلي من الضرب هم الأمريكان، واللي مسيطر على أجواء العراق ويعرف كل شارد ووارد بها وكل داخل وخارج منها هم الأمريكان اللي يعرفون، زين. والموافقات ما ينضرب صاروخ على العراق وعلى أي مكان إذا ما موافقة الأمريكان. وللمعلومات حتى أعطيكم، تدرون أنتم هادي العامري من فترة بالحرب الإيرانية الإسرائيلية رادوا يطقون هادي العامري، الأمريكان ما وافقوا. الأمريكان طائرتين F-35 اجوا حتى يطقونه ورفضوا الأمريكان، قالهم إذا دخلتوا راح نضربكم. لأن من اجوا رادوا يدخلون بلغنا منه أنت وشنو أنت، بلغوهم احنا هيك شنو مهمتكم، قالوا لي كذا كذا كذا، زين. فمباشرة قال لهم ترجعوا وإلا نوقع الطائرات. هسه بانسحابهم الأجواء صارت مفتوحة، فاهمين علي مو؟ والذيول تلقيط تلقط راح يلقطونكم. وصلت يابا أهلنا العراقيين، كل عراقي شريف شيعي سني شريف جاي يحكي، كل عراقي شريف سني شيعي، هاي المصايب اللي راح تصير لا تتدخل بيها، لا أنت ولا أبنائك. المصايب اللي راح تصير لا تتدخل، ترى هاي حرب مناصب وكراسي وفلوس، وتذكروا كلامي، حرب مناصب وكراسي وفلوس، تذكروا كلامي هذا ومتأكد من هذا الكلام. اقعد ببيتك، جهز بيتك، اقعد إلى حد ما تشوفونها صارت ثورة، لا بالله ثورة قوموا عليهم، إلى حد ما تصير ثورة، ولكن بادئ الأمر ما راح يصير ثورة. فاهمين علي؟ مشاكل بين الميليشيات وغير الميليشيات. أما محافظاتنا موصل، صلاح الدين، الأنبار، لا هاي تتطهر من الميليشيات، ما يبقى بيها ميليشيات إرهابية، ما تبقى بيها، وأنا متأكد من كلامي. وساعة الصفر حاجي لكم إياها شو وقت، قبل 3 أشهر قلت لكم شهر 11 والنيشان مال انسحاب القوات الأمريكية، صح أنا متأكد من كلامي. على كل
كنتوا تنتظرون من عندي الخبر الأكيد، وهذا الخبر الأكيد انطيتكم إياه بالتفصيل الممل، بالتفصيل الممل، يعني مو الممل ولكن تفاصيل كثيرة انطيتكم إياه. من يكمل هسه من باكر، من اليوم يعني يبدي الانسحاب من بغداد وباقي المحافظات. من اليوم راح يبدي بغداد وعين الأسد، من اليوم. عاد كم يوم يطولون ما أعرف، لكن أني اللي أعرفه من قبل شهر ونص ما يصير شيء، قبل شهر ونص. والميليشيات ترى مرصودين، النفس اللي تتنفسونه مرصودين، انتم قادتكم وفروخكم وحتى بيوتكم البديله واهاليكم وعوائلكم، الميليشيات كلكم مرصودين. وصلت الفكره؟ مرصودين ومنكم بيكم راصدينكم. كل خطوه تتحركونها ترسل للمعلومات، يعني لوش ما تسوون؟ مرصودين بكل تصرفاتكم. ماشي الطيبين، اهلنا مثل ما بلغتكم اكل وشرب مال شهرين. اللي يقدر يطلع واللي متمكن ويقدر يطلع على اقليم كردستان ياجر له 3 اشهر من يصير الانسحاب كامل، من يعلنون انه خلصنا انسحاب. اللي يقدر يعني من هنا ال 20 يوم 25 يوم يكملون انسحاب. اللي يقدر يطلع لاقليم كردستان لتركيا شهرين ونص بس يشوف ايش راح يصير، زين، ويخليه يطلع. واللي ما يقدر ببيته ما مشكله. المتمكن جاي يحكي، اللي ما يقدر بس يخزن اكل تحسبا لأي طارئ، وراح تصير طوارئ. ماشي طيبين؟ وأين الدثر؟ والله سهل، نتل تعليق وجاكم المي الحار، وبالقانون مو بغير شيء، انتم فاهمين علي؟ بالقانون. ماشي طيبين؟ هلا بيهم.